السلام عليكم حبايب قلبي. يلا ندخل مع بعض المطبخ ونشوف مقادير الكيكه القمر ديت والارتفاع والبياض الخطير ده. مكوناته ايه وعملناها بالجمال ده والتحفه دي ازاي؟ شايفين المسامي حبايب قلبي؟ يلا بينا نجهزها مع بعض. السلام عليكم حبايب قلبي، ان شاء الله هنبدا وصفتنا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. دول يا حبايب قلبي 2 كوب، ويكون اهم حاجه المج متوحد معانا اللي هننخل بيه الدقيق، اللي هنعاير بيه الدقيق نعمل بيه كل المقادير معايا. 2.5 مج ونخلتهم هنا بالشكل ده، وده ربع كوب نشا او 3 معالق كبار بالشكل ده نخلته، عليهم باكو بيكنج باودر كامل هنخله برضو عشان لو في اي تكتلات يا حبايبي. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا جدا، وهضيف ليهم ذرة الملح. اهم حاجة نقلب كل المكونات كويس جدا جدا عشان البيكنج باودر ما يبقاش في مكان ومكان، لا بالشكل ده. اركنهم بقى على جنب يا حبايبي. هبدأ بقى اجهز المواد السائلة معايا هنا شفشق الخلاط، كل سهلة جدا جدا، كل المكونات اضربها في الخلاط. ما عنديش خلاط ممكن اضربها بالمضرب الكهربائي، ما عنديش مضرب كهربائي ممكن اضربها بالمضرب السلك، بس هتاخد معايا بس شوية وقت، بس هتبقى كويسة وزي العسل. هنضيف معايا هنا 4 بيضات، دول بلدي، اللي عنده بيض كبير اللي هو الاحمر الكبير هيبقوا 3 يا حبايبي. انا البيض بتاعي صغير فضيف 4. ومعايا هنا معلقة صغيرة فانيليا سايلة، بودر معذرة، أو معلقة صغيرة سايلة، المتاح عندكم هتحطوه. هضربهم بقى كويس جدا جدا مع بعض، الفانيليا والبيض معذرة. هبدأ بعد كده أضيف الزيت معايا كوباية إلا ربع زيت، والإضافة دي بقى يا حبايب قلبي لو متاحة عندكم خطيرة. هضيف ليهم معلقة سمنة سايحة بلدي بصراحة ممتازة بالشكل ده، وهضيفها على البيض والفانيليا. بسم الله. وهضرب بقى كويس جدا جدا. هضيف السكر، عندي مج وربع سكر يا حبايبي بالشكل ده. بسم الله. وده الربع يا حبايبي. هضرب كويس جدا جدا. اهم حاجه بعد كل اضافه ان انا اضرب لحد الخليط ما يبقى ابيض معايا بالشكل ده، عشان اخد افضل نتيجه معايا. ما استعجلش ابدا بين الاضافه والاضافه في الضرب يا حبايبي. هضيف معايا على الخليط معلقه كبيره خل. الخل ده ممتاز بمثابه المحسن حبايب قلبي، وبيخلي الكيك ابيض وهش معايا. وهضرب برضو بعد ما ضفت الخل رشه خفيفه من الملح يا حبايبي. هضيف الخليط معايا اللي انا ضربته كويس جدا جدا بالشكل ده. ضفت الخليط السائل على الدقيق والبيكنج باودر والملح والنشا، وهقلبه كويس جدا جدا. الخليط طبعا هيبقى تقيل معايا قوي، ما نقلقش، لان لسه بقى الاضافه بتاعه الحليب هنشوف ايه التركه اللي فيها وهنحطها امتى. طبعا الخليط تقيل جدا جدا معايا حبايب قلبي، ما قلقش. الاضافه بقى اللي هضيفها دلوقتي اهم حاجه ان انا الخليط ده اقلبه كويس جدا جدا. معايا هنا مج حليب مغلي، ويكون مغلي يا حبايبي، وما تقلقوش ابدا على البيض ان شاء الله. انا كل الاضافات يعتبر اللي اتمزجت مع بعضها. هضيف بقى الحليب معايا بسم الله مغلي اهوت، والبخار واضح. اقلبه بقى كويس جدا جدا وبالراحه كده عشان ما بهدلش الدنيا ولا يطرطش ولا يغرق من الدنيا معايا. كيكه خطيره يا حبايب قلبي، يا ريت يا ريت تجربوها ان شاء الله. هتجربوها هتحبوا ان انتوا تعملوها كل يوم، يعني هيبقى كيك يومي كده تعتمدوه بامر الله معاكم. ويا ريت يا حبايبي، يا ريت فضلا وليس امرا، اللي شافني لحد هنا كده واول مره يشوفني ما يبخلش عليا كده بالاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس وكومنت حلو كده واللايك يا حبايب قلبي. يا ريت يا ريت تدعموني وتشيروا الفيديو لكل حبايبكم، عشان كده الوصفات كده كلها توصل لكم، او يوصل لكم اشعار بيها اول ما انزلها بامر الله تعالى. بعد ما قلبت الخليط بتاعي كويس جدا جدا بالمضرب، وتاكدت ان كل المكونات السائله امتزجت مع المواد الجافه، اقلبها كده حبايب قلبي بالسباتولا والم الجوانب بالشكل ده. وانا بقلبها لو لقيت الخليط تقيل معايا ممكن اضيف معلقه او معلقتين حليب برضو، لان برضو هنا في الخليط في الحلويات او في الكيك برضو الدقيق بيختلف من نوع للتاني في امتصاصه للسوائل.
يعني لو لقيتوه تقيل ما تقلقوش، ضيفوا برده معلقه او معلقتين، ممكن يقبل معاكم الكوبايه وربع على حسب نوعيه الدقيق يا حبايبي. هركنه على جنب كده، ومعايا هنا الصينيه بتاعتي ديت مقاس 28، دهناها بالزبده، ومبطناها بالدقيق بالشكل ده. بتبقى دهان الزبده حبايب قلبي ممتاز. ما فيش زبده ممكن ادهنها بالسمنه، ويا ريت تكون سمنه بلدي. هصب الخليط كله كده يا حبايب قلبي في الصينيه معايا، والصينيه دي قلت مقاس 28 ومتبطنه بالزبده كده والدقيق بالشكل ده. لو عاوزينها عاليه ممكن تخلوها 26، بس هي ان شاء الله المقدار ده في الصينيه ديت هيبقى ان شاء الله ممتاز جدا. لو عاوزينها عاليه قوي قوي ممكن تخلوا الصينيه 26، ويكون الفرن معايا متولع قبل بوقت وعلى درجه حراره 180، شبكه في الرف الاوسط. ان شاء الله هتاخد معايا من 35 ل 40 دقيقه. وما نفتحش الفرن يا حبايب قلبي قبل ما يعدي نص ساعه معايا، اقل شيء 25 دقيقه عشان الكيك ما يهبطش معايا. ابدا بقى بعود ستيكس كده يا حبايب قلبي، او اللي هو الشيش طاووق، اعمل كده بالشكل ده، واضيرها برضو اعمل كده عشان ما يبقاش فيها فراغات بزياده، واخبطها على الرخامه كده خبطتين. واهم حاجه في الموضوع يا حبايب قلبي ان يكون معايا الفرن مولع. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، تحفة. شايفين يا حبايب قلبي خطيرة. واللي بيقلق بقى من إن الكيكة بتهبط معاه أو بتعجن معاه، يمشي على المقادير ديت والطريقة ديت، إن شاء الله هتاخدوا أحلى طريقة بأمر الله، وأحلى كيكة وأحسن هشاشة وأحسن ارتفاع. اللي عاوزها أعلى من كده هيخلي الصينية 26، دي 28، وما يزودش عن 28 عشان هتبقى رقيقة قوي. ودي السمك ده والارتفاع حسب ما انتوا تحبوا حجم الارتفاع هتعملوا الصينيه. بس لو قللتوا عن 26 هتبقى ممكن ما تستويش معاكم. بالشكل ده هنقطع قطعه مع بعض. بسم الله. قطعتها بالشكل ده، وتقطيع برضو اللي ترجع لكم يا حبايب قلبي، واللي تناسبكم واللي تحبوها. هتقطعوها بالشكل ده. انا قطعتها بالحجم ده كده. شايفين يا حبايب قلبي؟ بسم الله ما شاء الله، الارتفاع خطير. ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين يا حبايب قلبي؟ تحفة. الله أكبر، خطيرة خطيرة خطيرة. والارتفاع بتاعها جميل جدا جدا. يا ريت ما تصغروش الصينية عن 28 للمقدار ده، عشان هتبقى عالية أو ممكن ما تستويش معاكم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خطيرة والله. ولسه سخنة طبعا يا حبايبي، ما شاء الله. شايفين؟ والمسام بتاعتها جميلة جدا جدا. ما شاء الله. شايفين يا حبايب قلبي؟ بسم الله. والبياض بتاعها زي بياض التلج، بيضة وهشة، والمسام بتاعتها بسم الله ما شاء الله. والارتفاع جميل جدا جدا. ان شاء الله يا حبايب قلبي تعملوها بالشكل ده وبالمقادير ديت، وتطلع معاكم زي ما بتحبوا، احسن كمان ان شاء الله. وربنا يحسن ما بين ايديكم كده وايديا ان شاء الله. واللي شافني لحد كده يا حبايب قلبي وما شافنيش قبل كده، يا ريت يا ريت فضلا وليس امرا رجاء الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس وكومنت حلو كده، وإن شاء الله اللايك وتعليق حلو، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء لإخواتنا بالنصر والتمكين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.